اليوم راح نسوي فوتوشيني الفريدو، واحدة من أشهر أنواع الباستات الكريمية بالعالم، وشهرتها اجتي لسهولة تحضيرها ولأن ما بيها أي سوالف من كوكب ثاني. وسويت لكم وياها شنتسل الدجاج المقرمشة بالبانكو الياباني. يا أخوان الأكلة هاي إدمان، وأحلى ما بيها كلها على بعضها تتحضر ب10 دقائق. بس قبل لا نبتدي الفيديو، لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي نوي. لا تنسون تشتركون بالصفحة والقناة، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. وعلى مود نسوي أكلتنا اليوم، نجيب الجدر ونحميه بيه المي، نخلي الفوتوتشيني طبخة مدة 8-10 دقائق لحد ما يستوي. وأول ما يستوي نشيله ونخليه على صفحة. الفوتوتشيني يحتاج شوية أكثر من السباجيتي. بعدها نجيب صدر الدجاج، وكوني أنا ذابح بعير مو مسوي باستا، راح استعمل السكاكين المصنوعات من الكربون والفولاذ. فشنو رأيكم استعمل هاي؟ لو هاي؟ لو هاي؟ أيبه؟ لا الشاقة وياكم. هسه خلي أحكي لكم على السكاكين هذه، لأن هواي ناس سألوني عليهن. السكاكين هذه مصنوعة من الفولاذ الكربوني، متكون من عدة طبقات اللي يعطيهم ملمس كلش سميك وحلو. الشفرة كلش جودتها عالية وكلش رفيعة، والسكاكين تقدر تستعملهم للحم والخضروات. هسه على مود نسوي شنتسل الدجاج، بعض الناس يسمونه البانيه. نفتح صدر الدجاج ونضربه بهالطريقة. إيه عافية، اضرب ما الواحد تكرهه، تضربونه لحد ما يصير شوية خفيف. خلي عليه ملح وفلفل أسود فقط لا غير. بعدها نجيب بيضة، خليها بالصحن نطرقها ونخلي عليها بس فلفل أسود وملح، نفس الشي فقط لا غير. من كثر بهارات هاي الأكلة ما يراد لها بهارات هواية. بعدها نجيب طحين والبيض مالتنا، وهنا استعملت البانكو. البانكو هو فتات الخبز الياباني. هسه انتبهوا علي، على مود نسوي هاي الحركة ما نخرب الدنيا، ما راح نستعمل ايدينا اثنين بنفس الوقت. اول ايد نستعملها بالطحين ونخليها بالبيض، شيله من البيض نحطه بالبانكو. نجيب البانكو نستعمل ايدنا الثانية. ليش نسوي هاي الطريقة؟ على مود لا يلزق البيض والبانكو بيدينا، فالايدين اثنين راح يبقى نظيفات. وهيجي خلصت. شوفوها، شوفوا شلون ايدي نظيفة، بس شوية توسخ الميز. نظف. يلا قبل لا تنطرد. هسه من بعد ما خلصنا الشنتسل نجي نسوي هنا بطل الفيلم، الصوص مالت الفوتوتشيني. نجيب زبد نخلي عليه شوية ثوم بس ينطلي. نجيب الفطر، أنا هنا استعملت نوعية فطر اسمها فطر المحار، تقدرون تستعملون فطر عادي. نقليه ونخلي عليه فلفل أسود وملح فقط لا غير. نعطيه كم تقليبة بس يذبل، نخلي عليه الكريمة فوقها فلفل أحمر حسب الرغبة. نبرش عليه قشر ليمون وكثير من جبنة البارميزان، وبس شوي ينطبخ نضيف له الفوتوتشيني اللي طبخناها قبل وقت. نعطيه كم تقليبة وخلاص نشيله ونخليه على صفحة. هسه على مود نسوي الشنتسل مالتنا، نجيب طاوة نخلي بيها زيت ونحميه، ونقلي الدجاج مالتنا وبس يصير لونه ذهبي بهالشكل نقلبها. يا اخوان الدجاج وحده قصة. الدجاج لما تسوونه بالبانكو الياباني يعطيكم قرمشة رهيبة. وبس تستوي الشنتسل نطلعها ونقطعها قطع صغار. انا قطعتها بهالشكل، بس كان المفروض اقطعها بعد اصغر. هسه صار عندنا كل شي جاهز. نجيب الفوتوتشيني خليه بالصحن، ونجيب الشنتسل نصفطها فوقها بشكل حلو، ونبرش عليه بارميزان. جبنة البارميزان لما تبرشوها بالاخير تعطيه طعم رهيب. وللتزيين استعملت فلفل احمر، انتو عاد بكيفكم. وهيجي اكلتنا خلصت، وهذا شكلها النهائي. سهلة وبسيطة والطعم دمار يا اخوان. اكثر شغلة تميز الاكلات الايطالية سهولة تحضيرهن والمواد القليلة اللي يستعملوها بيها. وانا في اعتقادي انه هذا من اهم الاسباب اللي خلى الاكل الايطالي يشتهر بكل دول العالم. هم شحشي شقول، عجيب الطعم يا اخوان. لازم تجربون هاي الباستا، طعمها ادمان. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون تسوون لايك وشير وتشتركون بالصفحة والقناة. كان معكم الشيف نوي، واستوى ما يستوي.